واحدة من أخطر وأغرب الألعاب اللي ظهرت في الفترة الأخيرة، اللعبة اللي الجولة أو الجيم فيها بينتهي بعد ما لاعب من اللاعبين اللي بيلعبوا واجهه يحصل له تورم أو يدخل في غيبوبة بيصل مدتها لأسبوع أو 2. زبشت نايم لعبة الصفع أو الضرب على الوجه. ازيكم، يا رب تكونوا بخير. خلينا متفقين ان الرياضه او الالعاب القتاليه منتشره ومتنوعه في جميع انحاء العالم، زي المصارعه والملاكمه والكاراتيه والتايكوندو وغيره. لكن الغريب والملفت بقى ان من فتره انتشرت فيديوهات على السوشيال ميديا لرياضه خطيره وغريبه من نوعها، وهي زي ما انتم عارفين او لسه هتعرفوا رياضه الصفع القتاليه. اللعبه او الرياضه دي عباره عن ان شخصين بيقفوا قصاد بعض، ومع اول قلم بيضربوا اللاعب للاعب الثاني بيبدا الجيم، ويفضل ده يضرب في ده لحد لما طرف فيهم هما الاثنين يقع من طوله او يفقد توازنه. هنا نقدر نقول مبروك للطرف الثاني، ده خلاص بعد ما الطرف الاول هياخدوه لاقرب مستشفى علشان يتعالج فيها اذا كان فضل عايش اصلا. نشرت صحيفه الديلي ميل تقرير عن الرياضه دي وقالت ان الهدف من اللعبه دي بسيط، امال لو مش بسيط؟ الشخص يقعد يضرب في المنافس اللي قدامه لحد لما الشخص الثاني ما يبقاش عنده القدره انه يرد له الضربه، بعد المنافس الغلبان ما ياخد الالم الموت ويقع من طوله ويحصل له تورم في وشه وممكن في جمجمته كمان. هنا نقدر نقول مبروك على المنافس الثاني الجوله. ومن قوانين اللعبه دي هو ان اللاعبين المشاركين في الجوله غير مسموح ليهم تماما انهم يتشاجروا او يعملوا اي حاجه في الجوله غير انهم بيضربوا بعض بالقلم. نتيجه لكده بقى بيحصل في اللعبه دي كوارث واصابات وحشيه، وسنه ورا سنه الرياضه دي عماله تتشهر والارباح فيها عماله تزيد، لدرجه ان اللعبه دي وصلت لمرحله المتسابقين واللاعبين اللي بيشاركوا فيها يسيبوا وظايفهم وشغلهم علشان يتفرغوا للعبه دي. ايوه، لعبه ضرب الاله. من ضمن الحاجات الغريبه اللي شدتني برضو عن اللعبه دي وهي ان الرياضه دي ليها بيج على الانستجرام معمول مخصوص للبطولات بتاعتها. الغريب بقى ان البيج دي جايبه ملايين المشاهدات والمتابعين. قالت كورتوني اولسون بعد خروجها من المنافسه لصحيفه ديلي ميل ان الرياضه او اللعبه دي بتتعارض مع القواعد الاساسيه اللي بيتعلمها الرياضيين عند التدريب، زي حمايه الراس والرقبه والانف والوجه. وانا غبيه لانني جربت مثل هذه اللعبه لانها كانت سبب في اصابتي لمده اسبوعين بالصداع النصفي، فاصبحت ذاكرتي قصيره ومتدهوره. على بقى لما نشوف ونعرف اللعبه دي ابتدت فين. اللعبه دي ظهرت لاول مره منذ 3 سنوات في اوروبا الشرقيه بمجموعه من الفيديوهات اللي انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي، واللي كانت على يد الروسي فاسيلي خاموتسكي، واللي كان وزنه بيعدي 370 كيلو. اللي ظهر في فيديو وهو بيضرب واحد وزنه مقارب ليه كده، سيلي ضربه حته قلم جاب اجله. وفاز بعدها ب 30,000 روبل بما يعادل 475 دولار وقتها. هنا بدأت الأضواء وبغزارة تتسلط على اللعبة أو الرياضة دي. في شهر أكتوبر 2021 فيديو من فيديوهات اللعبة دي سقط لاعب بولندي يعاني من النزيف في المخ، وبعدها اتنقل على طول مباشرة للمستشفى وفضل فترة كبيرة جدا في العناية المركزة. الغريب والمحزن بقى إن في نوفمبر اللاعب البولندي ده مات بسبب اللعبة الخطيرة والمريبة دي. بعدها مباشرة بدأت السلطات البولندية تحط شروط وقوانين لسلامة المنافسين في اللعبة دي، ومش بعيد تلاقي اللعبة دي معمول لها بطولة في السعودية ولا في دولة من الدول العربيه. يلا ربنا يستر علينا. بس كده، دي كانت حكايه فيديو النهارده. استنونا في فيديو جديد بموضوع جديد. كلام معاكم ابراهيم علام في اصل الحكايه، وما يحلى ختام الا بكلمه سلام.